مرحبا بكم جميعا. الصراحة لا أعرف لماذا هذه الحملة المسعورة ضد وليد الركراكي. لا أفهم سوى أننا نكارين الخير، وأننا لا نفهم أي شيء في كرة القدم ولا حتى في الحياة، وأن عقلية القطيع وصلت لدينا أقصى درجاتها. لم أعد أعرف هل النصف النهائي أصبح بالنسبة لنا شيئا عاديا ونصل إليه كل سنتين؟ هل أصبحت متحف ألقابنا مليئة بالكؤوس وفقط تلك الميدالية الذهبية الأولمبية هي القطعة الناقصة فيه؟ لا أعلم هل أصحاب الألسنة المسعورة يعلمون أن منتخب إسبانيا بكل فئاته مسيطر حاليا على العالم، وقبل أيام فاز منتخب أقل من 19 سنة أو 19 عام ببطولة اليورو، وقبل ذلك المنتخب الإسباني الأساسي يعني فئة الكبار فاز باليورو، وما أدراك ما اليورو. المهم، أنا شخصيا كنحشم نهضر خايب على وليد الركراكي والجيل ديالو. هذا ليس تقديس ولكنه احتراما، واحترام لمن استطاع إسعاد المغاربة شهرا كاملا، وليس المغاربة فقط وإنما إفريقيا كاملة. احترام لرجل كان له الفضل في خلق رواج اقتصادي سياحي لم يره المغرب من قبل، ولو صرفت الدولة ملايير الدراهم على حملات إعلانية لزيارة المغرب لما استطاعت الوصول إلى ما وصل إليه الركراكي والكتيبة ديالو. أنتم لا تعلمون على من تسلطون ألسنتكم المسعورة، لكن الركراكي هو الخيط القصير لأنه لن يجيب. كل دعم لوليد الركراكي، وأتمنى أن يستقل من المنتخب لأننا لا نستحقه. نحن نستحق مدرب فرنسي بعقد شهري قيمته 250 مليون سنتيم في الشهر، ويخسر في التصفيات أمام أول منتخب إفريقي. كل دعم لوليد الركراكي، ولو كان طارق سكيتي رجلا فليخرج للإعلام ويقول أن الركراكي ضيقه في شؤونه. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة لدعمنا وليصلكم دائما كل ما هو جديد.